صلوا على النبي ويلا بينا نبدأ الحكاية. أنا اسمي حور وعمري 23 سنة، بنت جميلة، عيوني عسلي وشعري بني وبشرتي بيضة وصافية. وزني 65 كيلو وطولي 160، يعني من الآخر كده بنت حلوة بمعنى الكلمة. ولكن الحلاوة مختفية ورا هم كبير جدا، وده لأن أنا آخر العنقود. بابا جوز اخواتي كلهم صبيان وبنات، وكلهم بقى ليهم بيوتهم وعيالهم، ومحدش فيهم بقى يسأل فيا خالص من بعد وفاة بابايا. كانوا بيجوا يسألوا على ماما ويدوها مصاريف ويمشوا، إنما أنا ولا أكني موجودة. اللي اخواتي بيعملوه معايا خلاني أزعل، ولكن اداني القوة إني أشتغل واعتمد على نفسي ومستناش من حد حاجة، خصوصا إن ماما بعد وفاة بابا زعلت قوي وبقت دايما تعبانة، وأنا طبعا كنت خايفة أحسن تسيبني هي كمان. وقررت إني أشتغل علشان أصرف على ماما وأصرف على نفسي، وكمان من وقت للتاني أبقى أجيب لنفسي أي حاجة في جهازي علشان في المستقبل أبقى أتجوز. بفضل فترة طويلة جدا أدور على شغل ومش بلاقي، لحد ما في يوم كنت فاتحة الفيس ولأني كنت مشتركة في كمية جروبات شغل كتير جدا، كان دايما بيظهر لي إعلانات شغل. وفي اليوم ده ظهر لي إعلان شغل كان عبارة عن إن في شاب طالب مربية لطفله، والمرتب كان مغري جدا لأن المربية دي هتقعد مع الطفل من أول اليوم لآخره، يعني لحد ما بابا يخلص شغل ويجي يستلمه منها. الوظيفة عجبتني جدا ورحت قلت لماما. ماما قالت لي مش هينفع، انتي عاوزة تشتغلي عند شاب عازب؟ قلت لها يا ماما انا لو اشتغلت في شركة او اشتغلت في اي مكان برضه هيبقى في شباب، انتي عارفة انتي مربياني ازاي، ما تخافيش عليا. المرتب مغري قوي يا ماما وانا عايزة اي شغل، وزي ما انتي شايفة عمالة ادور يمين شمال مش لاقية اي شغل مناسب. ماما فضلت معترضة فترة، ولكن انا فضلت ازن عليها علشان توافق، وقلت لها يا ماما كده الوظيفة هتروح مني، اخواتي كل شهر بيبعتولك مبلغ بسيط ومحدش فيهم بيسأل فيا، وانا يا ماما عايزه اجهز نفسي علشان اتجوز. انا سني عمال يكبر وكل ما يتقدم لي حد ارفضه بسبب اني مش متجهزه. بعد ما قلت لماما كده صعبت عليها وقالت لي يا بنتي خلاص اشتغلي ولكن خلي بالك من نفسك. قلت لها حاضر يا ماما مش عايزاكي تشيلي همي، واتصلت بالرقم اللي كان محطوط في اعلان الشغل. رد عليا الشاب اللي منزل الاعلان، كلمته وقلت له انا اسمي حور وجاهزه اني اشتغل. قال لي هبعتلك اللوكيشن وتعالي النهارده لو تقدري، ويا ريت يكون معاكي بطاقتك علشان اكشف عليها، لان طبعا انا هسيب معاكي ابني ولازم اطمن اني سايبه في ايد امينه. قلت له ما عنديش مشكله وهجيلك دلوقتي، وجهزت نفسي في خلال وقت بسيط ورحت العنوان اللي بعتهولي. اول ما وصلت المكان اتصلت على الرقم بتاع الشاب، قال انا واقف قدام العماره. رحت له سلم عليا وقال لي انا اسمي يونس. قلت له انا حور. قال لي اهلا يا حور، تعالي بقى اتفضلي علشان نتفق مع بعض على كل حاجه. طلعت معاه الشقه، وللعلم الشقه بتاعته مامته عايشه معاه فيها، ولكن مامته ست كبيره وقاعده على كرسي متحرك. اول ما طلعنا دخلني المكتب وقعد معايا، فضل يسالني شويه اسئله واتفقنا مع بعض على كل حاجه. خد مني بطاقتي علشان يكشف عليها وقال لي بقي تعالي بكره الساعه 8 الصبح. قلت له خلاص ماشي وسبته ومشيت. روحت وانا فرحانه اني اخيرا هيكون معايا فلوس واقدر اجيب بيها كل اللي نفسي فيه وما تحوكش لحد. دخلت نمت وتاني يوم صحيت الساعه 6 الصبح، جهزت نفسي علشان ما اتاخرش وكنت هناك الساعه 8 الا 10 دقايق بالظبط. اول ما وصلت هناك يونس قال لي انا مبسوط منك لانك جيتي قبل الميعاد ب10 دقايق، وانا اكتر حاجه بحبها في البني ادم اللي قدامي انه يكون شخص بيحترم المواعيد. اداني الطفل الصغير اللي كان اسمه ادم. اول ما مسكت الطفل في ايدي اتخضيت لانه كان طفل صغير جدا مش باين له راس من عين من رجل. بصيت له بصدمه وقلت له استاذ يونس هو ابنك عنده قد ايه؟ لقيته بيقول لي ابني عنده شهر و3 ايام، بس هو ضعيف كده لانه مش نافع معاه اي نوع لبن، ولما بيرضع بيحصل له ارتجاع. كنت عايزه اسال هي مامته فين، ولكن مرضتش اسال علشان ما بقاش رخمه ومتطفله، بس هو خد باله اني عايزه اسال، ولقيته بيقول لي علشان ما تساليش ولا تتكلمي في الموضوع ده تاني مامته توفت وهي بتولده. ومشي على طول بعد ما قال لي كده لاني لاحظت انه كان هيعيط. خدت الولد في حضني ودخلت حميته ولبسته هدوم حلوة وقعدت أسرح فيه وغنيله ولعبه، ولكن لما جه ميعاد الأكل لقيته يا حبيبي مش عايز يرضع من اللبن اللي أنا عاملهوله، ولما جاع قوي اضطر إنه يرضع، ولكن الأكل ما قعدش في معدته دقيقتين على بعض، وساعتها أنا زعلت عليه قوي لأنه كان ضعيف وعظمه باين. قضيت معاه اليوم وهو مقطع قلبي. لما يومي خلص وأستاذ يونس جه علشان يستلم ابنه
مني أنا ما كنتش عايزة أسيب الطفل لأني اتعلقت بيه جدا وحبيته قوي، وكمان كان صعبان عليا. بعد ما اديته لبابا وروحت في اليوم ده والله ما نمتش، ومسكت التليفون وقعدت أبحث عن الأعراض اللي بتحصل لآدم، ولقيت إنه ممكن يكون عنده حساسية ألبان أو مثلا معدته حساسة وحاجات كتير قوي أنا أصلا ما فهمش فيها. بيعدي أسبوع بالظبط وأنا مع آدم، يعلم ربنا إني اتعلقت بيه لدرجة إني حسيت إنه ابني حتة مني، وما بقتش حابة إني أسيبه، لدرجة إني اترجيت يونس إني أخده معايا، ولكن هو خاف على ابنه وطبعا ده حقه. ولأن الولد ما كانش بيرضع وكان خلاص حرفيا بيموت، صعب عليا قوي، وقررت إني أعمل أي حاجة علشان أخليه ياكل ويبقى حلو زي الأطفال اللي في سنه. ولما بحثت في أكتر من مكان اكتشفت إن أنا ممكن آخد علاج معين يخلي عندي لبن زي أي أم لسه والدة. وقررت إن بعد ما يومي ينتهي مع آدم أروح لدكتورة النساء، وفعلا رحت للدكتورة، ولكن فهمتها إن أنا لسه والدة وإن مفيش لبن خالص عندي، وإن ابني ضعيف وعايزة أرضعه زي أي أم طبيعية. الدكتورة كتبت لي على أكتر من علاج، من ضمنهم حاجة عاملة زي التوفي، هي حاجة جيلاتينية بتتمضغ. قالت لي في خلال أسبوع بالظبط هيبقى فيه لبن وإن شاء الله تقدري ترضعي طبيعي، وكتبت لي برشام أخده، وكمان قالت لي إني لازم آكل أكلات معينة. بعد ما خدت العلاج من الدكتورة وجبته ابتديت إن أنا أخده بنظام، وكمان جبت شفاطة حليب علشان تساعد على إدرار اللبن. ومع مرور أسبوع بالظبط فعلا ابتديت ألاحظ إن في قطرات من الحليب بتنزل من صدري. فرحت قوي وقررت إني أرضع آدم في السر. أول مرة خدته في حضني وحاولت إن أنا أرضعه لقيته بيرضع على طول، وكان حاسس بالأمان وماسك فيا. فضل يرضع وقت طويل، والأول مرة بعد ما يرضع ويشبع ما يرجعش. بتعدي الأيام وآدم بيكون متعلق بيا جدا، وده طبعا لأنه بيعتبرني مامته، ولكن اللي ما كنتش عاملة حسابه إنه لما هيتعود عليا وياخد على الرضاعة الطبيعية هيكون محتاجني بالليل. وفي يوم فضل يعيط جامد جدا ومرضيش ينام خالص من غيري، وده خلى يونس يتصل عليا بالليل ويقول لي آدم عمال يصرخ ومش عارف فيه ايه. طبعا أول ما قال لي كده عرفت إنه هو عايزني علشان يرضع، وقلت له معلش ممكن يا أستاذ يونس تجيبهولي البيت؟ قال لي ماشي، لأن في الوقت ده ما كانش فيه في إيده أي حاجة يعملها غير إنه هو يدور على أي حل يسكت بيها الطفل اللي كان قلبه هيقف من كتر العياط. وفعلا بعد وقت بسيط جابهولي، ومن اليوم ده وآدم بقى يبات معايا أغلب الوقت. وطبعا يونس قرر إنه يزود مرتبي علشان موضوع بيات آدم عندي، وأنا رفضت وقلت له أنا مش عايزة زيادة، أنا كده حابة أدهم وعايزاه يكون معايا. يونس قال لي أنا مستغرب، قبل كده كان بينام معايا. قلت له يمكن علشان هو بيكبر وواخد عليا. قال لي بس انتي مسيرك تتجوزي، هنعمل ايه بقى في الوقت ده؟ قلت له لا سيبها على الله، انا كده موضوع الجواز شايلاه من دماغي خالص. الايام بتعدي وفي يوم بكون في بيت يونس، لان في اليوم ده يونس قال لي انا عايز اشوف ادم، ان اغلب الوقت ادم بيكون في بيتي، اصل ما بقاش يحب يسيبني خالص ولا يبعد عني حتى ثانية واحدة. لما وصلت البيت يونس قال لي انا سايبلك المفتاح تحت المشاية، ادخلي على طول وانا ساعتين او 3 ساعات بالكتير واخلص شغل واجيلكم. دخلت الشقة وسلمت على مامة يونس وشفتها لو محتاجة اي حاجة، وبعد كده دخلت قعدت جوه الأوضة بتاعت آدم. رتبت الأوضة وقعدت ألعب أنا وآدم شوية، وبعد لعب طويل آدم قعد يعيط علشان عايز يرضع، ولأن مفيش حد في الشقة أنا خدت راحتي وابتديت إن أنا أرضعه. وأنا برضعه ما خدتش بالي إن يونس جه من الشغل وفضل واقف فترة طويلة يتفرج عليا وأنا برضعه وهو مش مصدق، ولكن هو مرضيش يتكلم وخرج وهبد الباب جامد علشان أعرف إن هو جه. وهقول لكم بعد كده أنا عرفت إن هو شافني منين. طبعا أنا أول ما لقيت الباب اتقفل جامد عدلت هدومي وظبطت نفسي وشلت آدم على كتفي وخرجت علشان أشوف يونس. يونس كان مبتسم عكس المعتاد لدرجة إن أنا استغربت هو ماله عمال يبصلي ويضحك كده ليه، بس قلت لنفسي أكيد هو مبسوط علشان بقاله كتير ما شافش آدم. خد مني آدم وقعد يلعب معاه، وبعد ما لعبوا كتير وعملت له الأكل واتغدى لقيته بيبصلي وبيقولي بخبص بقولك إيه؟
قلت له قول. لقيته بيقول لي هو الواد آدم ماله بقى قلبوس كده وجميل، هو انتي بتأكليه ايه ولا بترضعيه ايه؟ ده انا كنت مديهولك شبه خلة السنان. بصيت له ما بقتش عارفة ارد عليه اقول له ايه، وطبعا اتوترت معرفش ليه، وحاولت ان انا اجمع الكلام في الوقت ده وقلت له اصلا انا رحت كشفت له والدكتورة ادتني علاج ليه كويس يخليه يرضع من غير ما يرجع. ابتسم بخبث وقال لي اداته علاج. طيب ربنا يبارك لك، والله مش عارف اقول لك ايه على اللي بتعمليه مع ادم. قلت له مش محتاج انك تقول حاجه لان دومي ده روحي. اليوم بيعدي وباخد ادم وبروح، بتعدي الشهور ودومي بيبقى عنده 7 شهور، وللأسف دخلت في مرحلة أنا ما كنتش عاملة حسابها خالص، لأن آدم لما بيحتاج يرضع بقى يحط إيده وبقى يعمل كده قدام أي حد، ولو رفضت أرضعه بيفضل يعيط وبيتقمص مني وما بعرفش أصالحه. فدخلت في دوامة كبيرة ما كنتش لاقيه لها حل. أنا ما بحبش أزعل آدم، وفي نفس الوقت أنا ما ينفعش حد يعرف إني برضعه. في يوم يونس اتصل عليا كالعادة وقال لي هاتي آدم وتعالي يوم الأجازة علشان وحشني قوي ونفسي ألعب معاه. قلت له حاضر يا أستاذ يونس، هجهزه وإن شاء الله هنيجي على الساعة 9 الصبح. تاني يوم صحيت بدري وجهزت آدم علشان أوديه لباباه. أول ما وصلنا البيت وآدم شاف باباه راح له على طول، لأن آدم متعلق بباباه برضه وبيحبه قوي. أصل يونس طيب وحنين عليه، يعتبر إحنا كنا زي الأسرة الصغيرة. يونس لما كان بيوحشه آدم ويحب يشوفه كنت بوديهوله على طول، لا إما اتصل عليه وأقوله تعالى اقعد معانا. في الفترة اللي فاتت يونس قرب مني ومن ماما ودخل بيتي وبقينا يعتبر عيلة واحدة. المهم في اليوم ده آدم قعد يعيط كالعادة وكان عايز يرضع، ولكن المرة دي ابتدى يحط إيده قدام باباه، وأنا اتكسفت جدا ووشي قلب ألوان وما بقتش عارفة أعمل إيه. لقيت يونس بيبصلي بخبث وبيقولي ما ترضعيه. قلت له حاضر هقوم أعمله ببرونة وهاخده رضعه في أوضته. لقيته بيقولي ببرونة إيه؟ روحي الأوضة ورضعيه عادي. بصيت له باستغراب وقلت له أنا مش فاهمة. لقيته بيضحك وبيقولي وانت هتعملي نفسك عبيطة؟ ما أنا عارف كل حاجة ومن بدري. قلت له بإحراج وعدم تصديق عارف إيه؟ قال انا شفتك وانتي بترضعي آدم على فكرة، وشفتك من اكتر من شهر، وحكالي اليوم اللي دخل عليا وانا برضع فيه آدم. طبعا انا اتصدمت وبقيت محرجة جدا ومش عارفة ابرر اللي عملته. لقيته بيقول لي صدقيني ولا في داعي للاحراج ولا للكسوف ده كله، انتي ليكي فضل كبير على ابني من بعد ربنا، لولاكي كان زمانه مات. اقولك على حاجة يا حور، انا كنت فاكر ان ابني مش هيكمل، كشفت له كتير جدا وكل الدكاترة قالوا لي انه تعبان وانه صحته في النازل. حتى اللبن جبت له انواع مستوردة وانواع غالية جدا، ومع ذلك ما كانش بيرضع، ولو رضع كان بيرجع، وكل حاجة كانت بتحصل قدام عينيكي وانتي شفتي. بجد اللي انتي عملتيه حاجة عظيمة جدا مفيش حد يعملها بسهولة. انا لو فضلت اشكرك لحد ما اموت مش هوفيكي حقك، كتر الف خيرك. كلامه فرحني جدا، ولكن في لحظة استوعبت كارثة. بصيت له بإحراج وقلت له انت ازاي وقفت تتفرج عليا وانا برضع ابنك؟ انا في اليوم ده كنت لابسة قميص بنص كم عشان اعرف ارضع آدم، وكنت بشعري وكمان ما كنتش متغطية. لقيته بيعتذر لي وبيقول لي انا اسف والله ما كانش قصدي، بس انا من الصدمة ما كنتش مصدق اللي عينيا شايفاه. ما ردتش عليه من كتر الاحراج اللي كنت فيه، وخدت آدم علشان ادخل ارضعه. فضلت اكلم نفسي شوية وقعدت اقول لي هو انا اللي عملته ده صح ولا غلط. بصيت في وش آدم وقلت لنفسي اكيد صح، آدم يستاهل الدنيا باللي فيها. وانا من كتر ما حبيت آدم قررت اني ما اتجوزش علشان افضل طول عمري اربيه. ولكن بعد ما رضعت آدم وخرجت علشان اديه ليونس لقيته بيصدمني للمرة المليون وبيقول لي انا عايز اتجوزك، عارف انك بنت وما سبقش ليكي الجواز قبل كده، بس انا والله العظيم ما قعدتش مع زوجتي الله يرحمها غير وقت بسيط جدا، وكمان ما بقتش قادر ابعد عن آدم اكتر من كده، وآدم هو كمان ما يقدرش يبعد عنك. وبصراحة ومن غير لف ودوران أنا بحبك يا حور، أنا مش بضغط عليكي خالص، فكري براحتك على الآخر، ولو مش عايزاني آدم هيفضل معاكي، بس لما هتتجوزي أكيد مش هتقدري تاخديه ولا أنا هسمح إنك تاخديه. بصيت له وابتسمت ابتسامة خفيفة وقلت له اللي انت ما تعرفهوش إن أنا مش ناوية أتجوز أصلا علشان آدم، ولكن مدام عرضت عليا العرض ده فأنا أوعدك إني أفكر. وروحت بدومي وحكيت لماما كل حاجة حصلت. ماما ضحكت وقالت لي والله كنت عارفة إن ده هيحصل،
قلت لها طيب ايه رأيك يا حبيبتي في الموضوع؟ قالت لي بصي انتي بتحبي آدم وانا عن نفسي اعتبرته ابنك واتعلقت بيه، وبصراحة يونس راجل بمعنى الكلمة، ولو لفتي الدنيا دي كلها مش هتلاقي راجل زيه. صلي استخارة يا بنتي وتوكلي على الله لو ارتحتي. قلت لها خلاص ماشي يا ماما، وصليت الاستخارة وشفت رؤية حلوة قوي، ده غير ان انا قمت من نومي مرتاحة وحاسة اني مبسوطة. اتصلت على يونس وقلت له انا موافقة تقدر تيجي تطلب ايدي من ماما. لقيته بيقول لي ايه السرعة دي؟ ده انا فكرتك هتتقلي عليا. قلت له لا ما ينفعش اتقل عليك. قال لي ليه؟ هو انتي بتحبيني؟ قلت له ممكن اكون معجبة، لكن بحبك دي كلمة كبيرة قوي مش هينفع تتقال دلوقتي. ضحك وقال لي خلاص ساعتين بالكتير واكون عندكم. وبعد مرور اقل من ساعتين لقيته جه وجايب ورد وشوكولاته. طلب ايدي من ماما وماما وافقت على طول. قرينا فاتحة وجبنا شبكة في خلال شهر، واتخطبت انا ويونس شهرين بالظبط، لان يونس قرر يجدد الشقة والعفش. وبعد ما الشقة اتجددت وفرشناها كتبنا الكتاب على طول واتجوزنا. يوم دخلتي ادم كان معايا ومرضتش اسيبه لماما. في الوقت ده ادم كان عنده سنة و4 شهور بالظبط. احنا ما عملناش فرح، اكتفينا ان انا لبست فستان ويونس لبس بدلة وتصورنا احنا التلاتة مع بعض. وبعد التصوير اتعشينا في مطعم وتمشينا شوية، وبعد كده روحنا على شقتنا. ومن اليوم ده وحياتنا اتغيرت 180 درجة. أنا ما كنتش بحب يونس بصراحة، كان فيه إعجاب ولكن حب صريح لأ. أنا اتجوزته علشان آدم، ولكن هو بحنيته واحتوائه قدر يخليني أعشقه وأموت فيه. تخيلي كده تتجوزي واحد يقولك صباح الخير بحبك مساء الخير بموت فيكي. يونس طلع رومانسي بشكل ما كنتش متخيلاه، هو بكاش قوي وبيقدر يضحك عليا بالكلام. والمصيبة الكبيرة ان ادم طلع نسخة منه. ادم بيغير عليا من باباه، ولما ربنا رزقني بالحمل كان زعلان مني جدا. وعمري ما انسى يوم ما ولدت ورجعت باخته من المستشفى لقيته قاعد يعيط ويقول لي يا ماما انا زعلان منك. قلت له زعلان مني ليه؟ قال لي ليه بتجيبي نونة؟ ارميها في الزبالة علشان احبك تاني. وفضلت انا ويونس فترة طويلة جدا نعوده على البيبي ونعوده انه يحبها، لانه كان غيران منها بشكل رهيب وكان مصمم انه يرميها في الزبالة. حاليا انا ويونس بنحب بعض جدا، اللهم لك الحمد، حياتنا في استقرار وكل يوم حبنا بيزيد. ربنا رزقني منه ب4 اولاد، اولا ادم وثانيا بنوتة زي القمر، اما بقى تالت مرة فانا جبت ولد وبنت توأم. بقى عندي عيلة صغيرة، ما كنتش اتخيل ان ربنا هيعوضني العوض ده كله. بحمد ربنا على وجودهم في حياتي، ربنا ما يحرمنيش منهم ابدا ويرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة. وبس كده قصة النهاردة خلصت. صلوا على النبي وما تنسوش لايكات بقى لايكات، ومع السلامة يا أحلى وأجمل فراولات.